في وقت احنا بنعمل حاجات غلط في حياتنا بنندم عليها بس بعد فوات الأوان. كان مرة في شاب متخاصم مع صاحبه 4 سنين، وجالي يوم اللي قرر ان هو يصالحه فيه، وفضل يرتب في كل الكلام طول الليل. ومع أذان الفجر سمع إمام المسجد وهو بينادي على اسم صاحبه ان هو مات. من الصدمة كان هيتشل، وفضل يعيط ويقول يا ريتني صالحته من يوم ما زعلنا مع بعض. واحد تاني اتخانق مع أمه وساب لها البيت ومشى، وهي لا تعرف عنه حاجة ولا هو يعرف عنها حاجة. ولما قرر ويحن عليها ان هو يرجع لها، أهل الشارع قالوله ان هي ماتت من حسرتها عليه وقلقها. جرى زي المجنون على قبرها وبعد يعيط بالساعات ويقول لها ارجعي دقيقة واحدة بس أصالحك فيها، أنا نفسي أشوفك، نفسي أحضنك. عارفين الفكرة في إيه؟ الفكرة إن إحنا بنضيع سنين قوي من عمرنا، ونضيع ناس بنحبهم علشان بنخاف من رد فعلهم ساعة الزعل. انطقوا وتحركوا واتكلموا وعاتبوا بعض وتصافوا. الزعل والله بيروح بكلمة حلوة، بضحكة صافية. مش مشكلة مين الغلطان، مش مشكلة مين اللي مزعل التاني أكتر. ابتدوا انتوا بالخير والصلح، ما تخافوش من رد الفعل. ممكن اللي انت مستنيه يصلحك هو كمان مستنيك ان انت تصلحه. انسوا الغلطة اللي ما بينكم وكملوا، وما تنسوش بعض علشان غلطة. التسامح هو الحب، هو الحنان، هو الطيبة في كل حاجة. سامحوا بعض، ما تزعلوش بعض. الدنيا مش مستاهلة. ناس كتير قوي بتموت وبنفتكر ان احنا عايزينهم بعد ما يموتوا. الدنيا مش باقية لحد. عيشوا مع الناس اللي بتحبوهم.